السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نشارك معكم. هاد الشونسون اللي كيجي رائع صراحة ولذيذ، وفحال اللي كتشوفوا مورق من داخل بواحد الطريقة اللي سهلة ومضمونة 100%. سبق لي شاركتها معكم واليوم غادي نعاود نشاركها معكم في الفيديو. بسم الله. نبداو بالطريقه ديال المقادير ديال هاد الشوسون اللي غادي نحضر معكم اليوم. بحال اللي كتشاهدوا عندي نص كيلو ديال الطحين اللي غتكون النوعيه ديالو ممتازه، معلقه صغيره ديال الملحه، نصف كاس ديال الزيت. وبالنسبه لهاد الزبده هادي ديال اللذه، انا استعملت هاد اللذه، ممكن تستعملوا اي ماركه بغيتوها، تكون 250 غرام، وتكون الزبده ديال التوريق، ضروري تكون انها زبده ديال التوريق، هذه اقتصاديه شويه عليها كنستعملها انا. غادي نبداو ان شاء الله بالطريقه كيفاش غادي نحضروا هاد الشوسون. اول حاجه غادي ناخذ الطحين اللي غادي نغربلو، ضروري يكون طحين مغربل. هنا انا نسيت ما ذكرت لكمش بالنسبه للمقادير، نذكر لكم حتى الماء. بالنسبه للمقادير كنضيفوا حتى الماء. المهم هنايا بديت كما قلت لكم، ضفت الطحين من بعد ما غربلته، الملحه، الزيت، غادي نبسبس. غادي نجمع شويه هاد الزيت مع الطحين فقط. المقادير بحال اللي كتشاهدوا ساهلين، وكونوا متاكدين غادي ينجحوا معكم. بالنسبه للماء انا ضفت الكاس الاول. بالنسبه للماء بحال اللي قلت لكم، ماء ديال روبيني عادي، كنضيف الكاس الاولي كامل، وغادي نضيف الكاس الثاني تدريجيا. العجينه ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه، فقط انني غادي نجمع العجينه بحال اللي كتشاهدوا انني نجمع، ما كندلكوها ما حتى شي، حتى تقريبا عندي لي كاس ونص ديال الماء. وكذلك بحال اللي قلت لكم، كنقول لكم دائما بالنسبه للماء على حسب النوعيه ديال الطحين، فقط كنجمعوا العجينه ما كندلكوهاش. بحال اللي كتشاهدوا جمعناها فقط، وغادي نعملوها بلاستيكه، وغادي نخليوها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه. من بعد ما نطلقوا حنايا الزبده، تبعوا معايا ان شاء الله وكونوا متاكدين غادي تنجح لكم. انا ديجا شاركتها معكم بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه، وان شاء الله يا غادي نوريكم بواحد الطريقه اللي هي غتكون حتى هي سهله على هذه واقتصاديه، ونكونوا متاكدين ان شوصون كيجي رائع، كيكون رائع. وبالنسبه للحشوه كيبقى نتوما والاختيارات ديالكم. انا هاد الطريقه هذه ديال الحشوه ديما كتعجبني وكتجي صراحه لذيذه لذيذه. بحال قلت لكم كنشدوا الزبده، كتكون ديجا اننا مخرجينها من الثلاجه، كتكون بحراره ديال المطبخ. انا هنايا كانت نسيت ما خرجتهاش على بكري، بقيت نهادك فيها غير بشويه بشويه، كنطلقها حتى كتشاهدوا بحال اللي كتشاهدوا كنطلقوها. كتعجبني نطلقها بحال هكا على هذا الكاريط افضل، باش ما كنروش الدنيا، خصوصا الزبده كترون شويه. صافي بحال اللي كتشاهدوها كنطلقوها بحال هالشكل هذا وكنحطوها جانبا. في هاد الوقيته هادي كتكون دازت ربع ساعه على هاد العجينه ديالي. من بعد ما ارتاحت كنرشوا شويه ديال الدقيق وكنبقاو نطلقوها بحال اللي كتشاهدوا هذا بالمدلك. كنطلقوها مزيان تقريبا باش تعلينا ديك الزبده اللي غادي نحطو فيها. ضروري كنستعنوا بالزيت بحال اللي كتشاهدوا. المساحه ما كانتش كتعاونني عليها، كنت كنحيد داكشي اللي كان عندي في تمايا باش كنعطيها العجينه. بحال اللي قلت لكم كنعطيها واحد القياس باش نحط بحال هكا الزبده في الوسط وكنطويها. بحال اللي كتشاهدوا ضروري الزبده خصها تغطى مزيان، لان اذا الزبده ما تغطات لكمش غادي تعذبكم في الخدمه ديالها. وكنستعنوا كذلك بالدقيق ضروري، وكنبقى نطلقوها بحال هكا. تشاهدوا هذا الشكل هذا، كنظن الفيديو شرح نفسه بيدو. كنبقى نطلقوها في الطول ونبقاو عاوتاني نطويوها. كنستمروا بحال هكا. تشاهدوا دابا كنطلقها مزيان صافي، وكنقسمها بحال اللي كتشاهدوا. غنطويها على 3 بحال اللي كتشاهدوا دابا. نطويوها ونرجعوا مره ثانيه اننا نطلقوها عاوتاني، كنعطيوها فقط الطول. كنبقاو اننا نعطيوها الطول وكذلك ونطويوها صافي، وكنخليوها كل جوج طويات بحال اللي كتشاهدوا. كنخليوها ترتاح تقريبا 10 دقائق، عاد نعاودو نطلقوها مره ثانيه. وكتكون ان شاء الله كتكون واجده. انا تقريبا ما عملتلاش بزاف، تقريبا واحد جوج مرات رتحت فيهم العجينه فقط. كنستمر كذلك بحال اللي قلت لكم كنطلقوا العجينه. كنطلقها فقط في واحد الاتجاه، ما كنبقاوش نطلقوها، يعني كنعطيوها فقط الطول والعرض. صافي كتكون بحال اللي كتشاهدوا. صافي كنطلقها مزيان وكنطويها حتى كترقيق وكنطويها صافي، وكنخليها كذلك ترتاح. كنطلقها مره ثانيه وكنخليها ترتاح. كل يعني جوج مرات طلقناها كنخليوها ترتاح صافي، وكتكون العجينه ديالنا واجده. في هذا الاثناء انا غادي نوض نعدل الحشوه اللي غادي تكون حتى هي ساهله
وبحال اللي قلت لكم كل واحد وشنو بغى يعمل فيها. عندي هنايا حبه ديال البصله عملتها وشويه ديال الفلفل الاخضر، الثوم بحال اللي كتشاهدوا، الزيتون مقطع ستيتو، الذره، مايز، الجبن. هنايا انا كتحمقني ملي كنعمل الجبن، كتجي صراحه بواحد المذاق رائع. بالنسبه للفلفل والبصله شحرتهم كمشى ليا الفيديو. هنايا كذلك عملت شويه ديال السحتر، حكيته هكايا غير بيدي صافي، وكنخلط كلشي مع بعضياتو بحال اللي كتشاهدوا. وغادي نبدا نجيب القطعه بحال هذه اللي غنقطع بها العجينه. صراحه شوفوا انا غادي نقطعها معكم وشوفوا كيفاش كيبان التوريق، صراحه كتجيكم مضمونه انها كتورق. قطعتها بحال هكا باش كتجيني ساهله. شوفوا انها كيفاش كتجي مورقه وكتجي مزيونه صراحه بحال اللي كتشاهدوا. كنعملها في الميكاب باش ما تبسليش، وكنعملها في الثلاجه حتى كنستمر نعمل طريف بطريف، يعني ما كنعملهاش كامله. كنطلقها رقيقه، كنرشوا شويه الطحين باش كيعاوننا الطحين اننا نطلقوها. تبعوا غير الفيديو كامل وكونوا متاكدين ان هاد الشوصون غادي يجيكم رائع. وتا الطريقه ديال التطيب ديالو حتى هي ضروري تبقوا، نقول لكم بعدا، حيت لان تبعوا الفيديو حتى الاخر، بعد بزاف ديال النصائح كنعطوهم في الفيديوهات وباش تستافدوا منه. بحال قلت لكم كنطلقها انا بحال هذا الشكل هذا وغادي نقطعها. انا عملت هذه القطعه، هذه هي اللي لقيتها عندي، يمكنكم تقطعوها بالكاس اي قطعه عندكم، وكيبقى على حسب الحجم اللي بغيتو. بحال اللي كتشاهدوا كيفاش رقيقه، كنقطعها بحال هذا الشكل هذا. ملي كنعمل العجينه بحال هدايا شو تبارك الله، يعني واحد 8 ديال الحبات كنعمرهم دقه واحده. بالنسبه للعجينه ما كنجمعوهاش، فقط كنطويوها. شوفوا الطريقه اللي غادي نستعمل فيها انا. العجينه بحال اللي قلت لكم، بحال اللي كطويوها فقط، بحال اللي كتشاهدوا، نخليوها. بالنسبه الدائره الاولى كنطلقها بحال اللي كتشاهدوا، وكنعمل الحشوه. ما كنعمرش الحشوه بزاف، فقط غير شويه بحال اللي كتشاهدوا. نسيت ما قلت لكمش بالنسبه للبصله والفلفل، ملي كنت كنشحرهم راه درت لهم شويه د الملحه وضفت لهم كذلك شويه ديال الابزار. بحال اللي كتشاهدوا طويتها، عملت بالفرشيطه، زوقتها بحال هكا كتشاهدوا، وبالموس عملت لها بهاد الزواقه كتجي صراحه حتى هي زوينه. شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها بحال الوريضه. كيبقى الابداع ديالكم نتوما، الطريقه كيفاش ما بغيتو. هنايا انا كنت بديت كنعمرهم ونسيت انني ما نسدهمش حتى كذلك بالبيض، عاد جبته. هنا بحال اللي كتشاهدوا فقط ابيض بيض، كنعملو غير هيدا غير بالاصابع ديالي باش كيتلصق، باش ما تخرجناش العماره، ما تفتح ليناش في الفرن. صافي وبالفرشيطه كان هيدا كنثبتو داك الجوانب صافي. وكنزوقوها. انا قلت لكم بغيتو تزوقوها بالطريقه اللي وريتكم، بغيتو تخليوها بحال عاديه سامبل، كيبقى الاختيار ديالكم بحال اللي كتشاهدوا. بالنسبه ملي كندخلوها الفران ضروري كنعملوا الابره كنشكوها باش ما تطرطق ليناش العماره. كنستمر انا بهذه الطريقه هذه. الحشوه اللي عندي كامله والعجينه حتى هي تقريبا خرجت لي واحد كدا و30 حبه، هذا القياس اللي عطيتكم حتى انا. بالنسبه للبواطه التون انا استعملت بواطه تون كبيره شويه. الذره والفلفل والبصله كيبقى الاختيار العدد اللي بغيتو نتوما، هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه للفران كيكون العافيه على تكون العافيه مجهده فيه في الاول، غير كتبان انها بدا كيتنفخ صافي كنحني له شويه. وبالنسبه للفران بحال قلت لكم من الفوق ومن التحت. بالنسبه للفران ديال الغاز كندخلوا شوصون ديالنا حتى كيبانوا لنا انهم تحمروا صافي، ماشي تحمروا، كتنفخوا، يبانوا لنا انهم تنفخوا. كنحنيو العافيه ونخليهم يكملوا الطياب ديالهم تقريبا بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، كيكونوا واجدين بحال اللي كتشاهدوا. شوفوا كيفاش القرمشه ديالهم، وغادي نفسح لكم وحده وشوفوها كيفاش كتجي صراحه رائعه. شوفوا كيفاش التورق كيفاش عامل من داخل. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وهالشوصون يكون نال الاعجاب ديالكم. وجربوا وردوا عليا في التعاليق، قولوا لي كيفاش جاكم. واللي عنده شي تساؤل مرحبا بكم، هبطوا عندي كتبوا لي في التعاليق. وشكرا على المتابعه.